شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. فيديو النهاردة بقى بعنوان معجنات المدارس. خلاص المدارس هتبدأ، مفيش وقت، يلا حضروا سندوتشات المدرسة. هنعمل بقى النهاردة الفينو المحشي الجاهز على اللانش بوكس على طول، والكايزر المحشي، وعملنا مع بعض بنفس العجينة الميني بيتزا، والفيديو بتاعها موجود على قناة طاجن ستك، تقدروا تشوفوه على اليوتيوب. فكرة الفينو المحشي واحنا بنحشيه وقت العجين بيبقى حلو قوي قوي، بيوفر علينا مجهود. الصبح ما بنبقاش فايقين وعايزين نخلص بسرعة ونحط الأولاد اللانش بوكس علشان ما يتأخروش، وبنبقى مستعجلين قوي. الفكرة دي هتسهل عليكي، كل اللي عليك تطلعيه وتحطيه في اللانش بوكس. يلا نبدأ. أول حاجة معلقتين من السكر، معلقتين من الخميرة، نص كوباية من المية الدافية، وهنديهم تقليبة ونسيبهم على جنب. ودلوقتي هنجيب بولة ونحط فيها كيلو من الدقيق وشوية من الملح ومعلقتين من السكر والخميرة اللي احنا حطيناها على جنب كانت فارت وخمرت معايا. هديهم تقليبة وهنزل بكوبايتين من المية الدافية وتلت كوباية من الزيت، وهبدأ بقى أعجن العجينة كده بإيدي. طبعا احنا عاملين نفس العجينة هي بتاعة الميني بيتزا. احنا عملنا نصها ميني بيتزا والنص التاني هنعمل بيه الفينو والكايزر. طبعا العجينة بتبقى طرية وملزقة شوية، فبننزل عليها بربع كوباية من الزيت ونرجع نلم العجينة لحد ما تتماسك معايا وما تبقاش ملزقة زي كده بالظبط. هغطيها واسيبها تخمر. بصوا بقى هنا بعد ما خمرت، طبعا احنا هنقسمها لنصين. عملنا منها الميني بيتزا ودلوقتي هنعمل منها الفينو والكايزر. هنبدأ ناخد قطعة كده من العجين ونكورها وعلى اي سطح بقى كده، ونبدأ نفردها بايدينا بكل سهولة، بتتفرد معانا. وهنبدأ بقى نحشيها. تقدري تحطي اي نوع حشوة تحبيه او الاولاد بيحبوه. بعد ما نحط الحشوة هنلفها كده زي الرول. بس كده بقى صباع الفينو جاهز معانا. تاني هنفرد وبعدين نحط الحشوة ونبدأ نلف رول، وبس كده. تقدري طبعا تكبري الحجم وتصغريه على حسب ما انتي عايزة. انا هعمل لك الكبير والصغير علشان تشوفي انتي هتعملي ايه. دوت صغير شوية زي ما انت شايفة كده. انا اول واحد حشيته جبنة رومي، وده حشيته بالجبنة البيضة، وكمان عندي حشوة باقية من الميني بيتزا كانت فلفل وموتزاريلا وزيتون. هكمل بيها الفينو وهحشيه. هنحطها كده ونبدأ نلف رول. سهل جدا يا جماعة، مفهوش اي صعوبة. والعجينة دي بصراحة حلوة قوي قوي. زي ما قلتلكم هي بتنفع لكذا نوع من المعجنات. كده عملنا منها 3 انواع، كايزر وفينو وميني بيتزا. بعد بقى ما نحشي كل الكمية بتاعتنا، هنجيب بقى معلقة من السكر عليها شوية من اللبن ونمسح وش الفينو كده بالفرشة، وبعدين هنضيف كده شوية من السمسم على الوش. السائل دوت يا جماعة اللي احنا حطيناه اللي هو اللبن والسكر هيخلي الوش بيلمع وياخد لون حلو قوي قوي. طبعا مهم جدا اننا بعد ما نقطعه نغطيه بكيس ونسيبه يخمر تاني لحد ما حجمه يتضاعف. وبعدين وقبل ما ندخله الفرن هنحط عليه سائل التلميع اللبن والسكر، ونرش عليهم السمسم وندخلهم الفرن على طول على درجة حرارة 180 لحد ما ياخد لون من تحت، وبعدين نطفي ونولع من فوق. هياخد لون معانا حلو قوي قوي. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل الكايزر. هنجيب كورة من العجين وهنفردها كده من الأطراف. هنحاول بس اننا نخلي الجزء اللي في النص ده سميك عشان لما نحط الحشوة عليه الحشوة ما تطلعش بره. هنبدأ بقى نحط الحشوة في النص ونلم كده
الطرف بتاع العجين على بعضه بالطريقة دي، وما نضغطش عليه يا جماعة علشان يفضل منفوخ معانا زي الكايزر اللي بنشتريه من المحلات بالظبط. نفس الطريقة هنجيب كورة ونفردها من على الأطراف ونسيب النص سميك شوية ونحط الحشوة ونبدأ نقفلها بالطريقة دي. طبعا تقدري تعمليها بحشوة حلوة أو حادقة، يعني ممكن تحشيها مربى أو أي حاجة تحبيها. دلوقتي بقى كان الفينو استوى معانا، شايفين بقى الجمال، شايفين اللمعة اللي فيه دي بسبب سائل التلميع اللي عملناه مع بعض، اللبن والسكر من غير بيض بقى وزفارة. هنا هيبقى أحلى بكتير، وطعمه بصراحة الوش بتاعه هيبقى فيه سن تسكيرة بسيطة قوي، هتبقى حلو قوي قوي. ده بقى طبعا الحجم الكبير وده الصغير، واحلى حاجة فيه انه واخد لون من كل ناحية. بصوا بقى، شوفوا الحشوة شكلها حلو ازاي، والجبنة ساحت معانا. طبعا تقدروا تغيروا فيها زي ما تحبوا. بصوا شايفين الفينو من جوه هش ازاي، وعجينة قطنية قوي. بصوا شوفوا الحلاوة، وكمان مورقة معانا، مش معجنة ولا مكتومة. بصراحة عجينة تحفة، اعتمدوها بجد في كذا معجنات هتطلع حلوة قوي قوي. بصوا شوفوا القطنة ما بتكدبش اهي. قطنة دي ولا مش قطنة؟ بجد طعمها لذيذ قوي قوي، شكلها لذيذ قوي كمان، ولونها بصراحة تحفة. طبعا تقدروا تغيروا في الحشوة زي ما تحبوا، انا بس بديكم الفكرة وانتوا حشوها زي ما الاولاد يحبوها. دلوقتي الكايزر كان استوى معانا، طبعا بعد ما قطعناه سيبناه يخمر مرة كمان لحد ما تضاعف حجمه، وبعدين حطينا عليه سائل التلميع اللبن والسكر ورشينا عليه السمسم ودخلناه الفرن لحد ما استوى معانا بالشكل ده. بصوا بقى الحشوة بتاعته حلوة ازاي، الجبنة سايحة قوي وبجد شكلها جميل، والعجينة حلوة قوي قوي. بجد العجينة دي جميلة، لازم تعتمدوها في كذا وصفة. يعني انا عملت منها الميني بيتزا، وعملت منها الفينو، وعملت منها الكايزر. تقدري تعملي كمية وتشيليها في الفريزر، طلعيها تفك، وفي اللانش بوكس وحطيها، وهتبقي سهلتي على نفسك، وطول الاسبوع مش شايلة هم السندوتشات خالص. هتطلعيها بس تفك وتحطيها في اللانش بوكس، خلاص كده بقت جاهزة معاكي. مش هنفكر لسه هنأكلهم ايه ولا هنحط حشوة ايه، هنبقى عاملين كل ده من بدري. وكمان بكيلو دقيق واحد هتوفري وهتعملي كل الكمية اللي انت شايفيها دي. بجد معجنات اقتصادية وهتوفر معاكي وعلى قد الايد، لازم تجربيها. يلا جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. متنسوش تشتركوا في القناة، كتروا الشير، واشوفكم على خير.